ورديتها البنت لزوجها يا عبد اللطيف. أنت داري ما للبنت إلا بيتها، وبعدين ما عاد حدا عيقبلها بعد الذي حصل والسمعة الذي انتشرت. أو ما قلت يا عاصم؟ أنتي ما دخلش. كيف مالش دخل؟ والله ما أتمنى لها إلا كل خير. وبعدين أنت عارف كلام الناس ما يرحمش، وأنا بين أفهم بالأصول وأقول لك الذي يصبر. كلام الشيخة أشجان صح، عين العقل. شله واعصب عليه يا عم عبد اللطيف. أن 7 جبل حكا حقش يا شيخة. بكل فخر، شيخة وبنت شيخ واخت شيخ. وأنت لولا ظروفك يا عبد اللطيف ولا المشيخة تجري في دمك. هي سيري غرفتش وأنا أخلص معاه وأجيلش يا شيخة. لا تنساش الهدية. حاضر، في أحلى هدية أحلى شيخة. هي أنداري يا نساب، أنا ما كنت أشتكي لبنتي، كنت أشتكيها للشيخ جراح، وزعلت من عنادها حين صممت عليك ورفضت الشيخ. ويوم ما طلقتها أنت فرحت رغم أنني كنت كاره لها واشتقت لها. ليش هذا الحقد كلية يا عم عبد اللطيف؟ ايش فعلت أنا؟ لأنك مش رجال ودرة أرجل منك، ضحت بأهلها كلهم علشانك وفتحت لك بيتها، وبالأخير تجازيها بالطلاق. الله يسامحك. عيسامحني إن شاء الله. أما 2000 السعودي حقك زيد وفي فوقها وصير بصير لك عروسة من بنات القرية، ولو لقيت واحدة تقبل بك جي لعندي وأنا أعدي لك 2000 سعودي رفد مني.